السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الفريق الذي عادة ما كان يعتمد على الأرجنتينيين عبر كل التخر منطرد في مواجهات الفريقين في مباراة تصل الآن في هذا المكان، لكن يأتي الإبعاد وتعود بعد ذلك وبنقاط حتى الآن وصلت إلى 8. مارتينيز سددها بهذه الصورة، الكرة تعود لحارس مرمى، طبعا عند الرقم الكبير جدا لحارس مرمى أسطورة في نصف نهائي كأس إيطاليا بذكريات 3-0 لميلان. الله التسديدة تأخر تباطا الهولندي، وهذه انطلاقة لكوريا في الكرات الماضية تبعد بالملعب الذي النجم الذي يرون بأنه مزيج نقلت هنا بالفعل لياو ديكتلايري في الجميلة. الله على نقل الكرة الأمام، لكن موجود فضلا العرضية في المكان. الله أول تهديد، هذا الانذار الاول. هذا كوريا في المكان السلام ايضا اموراتي عندما عاد بعد ذلك 1000 شخص جاءوا من خارج ايطاليا لمتابعه افضل الفرق في تاريخ كرة القدم الإيطالية، وتاريخيا سجلوا 100 هدف وأكثر. هذه خطيرة، فرصة في الديربي، الكرة تبعد وتعود الآن إلى بروزوفيتش. كما ذكرت يعني مباراة عدد مباريات بروحها في ميلان. الله 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 ما كمل الحلو، ما كمل هذا الجارفة. كرة من كالابريا نقلت للأمام وطالت عليه في الكرات الماضية. كاد ميلان بالفعل أن يزور شباك كان البلجيكي، وصلت للبرتغالي خطير. الله الحارس الكبير جدا أكثر من تصدى لضربات الجزاء، سجل براسه هدف الفوز في الشوط الأول من آخر مباراة في الجولة الخامسة في 2009. يتذكر كرة في الجهة. الله حلوة من كالابريا، وصلت الآن وإلى بالفعل الله على خواكين كوريا. الله بروزوفيتش تكون أهدافه بهذه الروعة، وهذا انتظر 8 سنوات و17 مباراة كاملة تصنع الحلول. هو يتمنى ذلك. كرة تلعب وتبعد من جانب البحث عن هدف التعادل. كرة جميلة في المكان الخطوة. المجموعة ربما هو الفريق الذي عمل كبير، هذا عمل كبير آخر في المباراة، لكن وصلت في من الأول. هذه انطلاقة، هذا تونالي، هذه خطير، فرصة. الله انت مين يقدر عليك يا اليوم لما تكون في يومك؟ اي نعم، انت مين يقدر الان؟ عادمي الرعب والجمال في مكان واحد. نعم يحدث ذلك إلى واحد. حتى الآن ديربي نار وشرار للفريقين. كان هدافا للدوري مع ميلان، كان هداف الآن في حالة تقدم خطير. الله الشوط الأول بلا منازع. كرة جميلة للأمام، فرصة. الله الكرة إلى ضربة ركنية بن ناصر عالية، خط بالروس جميلة من سياس ميلان. خطير في كرة القدم الإيطالية. كرة تبعد وخطيرة كانت في تعود الآن الله على حسن وصيف. هذه محاولة، كرة تسديدة اصطدت، محاولة عالية للأمام. جيرو بهذه الصورة لبن ناصر الجزائري، كرة للأمام بالرشبي فرنسي. يلعب مكان مين؟ يلعب مكان الظهير الايسر. المباشرة الان، الكرة تلعب وتعنيق، لكن طول الكرات الماضية، اخذ الحماس، طالت وتأخرت، طالت وسددها. عود الى دومفريس نادي الانتر في وضعية الفريق الحر مباشرة. تونالي على التنفيذ، كرة تلعب. الله يرمي سياس برازيلي بالقدم اليسرى. محاولة ميلان على كم الفرص الضائعة، لكن تونالي الشوط الثاني من المباراة. من يتقدم، خطير، الله جيرو في درب الغضب، يفجر الغضب في المدرجات. جيرو كلما خطير. ميلان ناوي، وميلان الآن عند الكرة على مستوى طبعا اللياقة البدنية والجهد اليوم. ميلان في الشوط الثاني نعم يبدأ، وخطيرة الكرة في المكان
الخطيئة. الله الله الله، ما يكون دربي الغضب إذا ما تكون كل أهدافه نار وشرار، نار وشرار، نار وشرار. أنت من يقدر عليك لما تبغي، لما تبغي يا اليوم. نادي الانتر جميلة خط، الله الله، يعود يقلص الفارق. اجيكو. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم بفيديو جديد. فيديو اليوم هنتعرف مع بعض على طبعا أرقام وإحصائيات اللاعب محمد صلاح. لعب هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول، يعني الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وجميع المسابقات. محمد صلاح لعب هذا الموسم لعام 2022-2023 52 مباراة. استطاع محمد صلاح ان هو يحرز 32 هدف وصنع 13 هدف. حصل محمد صلاح طبعا على كارتين اصفر او انذارين طبعا طوال ال 52 مباراة. بالاضافة لكده محمد صلاح طبعا عنده 5 مباريات رجل المباراة، حصل على رجل المباراة في 5 مباريات هذا الموسم. طبعا فريق ليفربول بيمر بظروف صعبة جدا تحديدا في بداية الموسم، ولكن في نهاية الموسم ليفربول بيقدم أداء قوي جدا والفوز في 7 مباريات متتالية. ليفربول حاليا بيلاحق فريق مانشستر يونايتد وفريق نيوكاسل يونايتد، كل منهما طبعا يتفوق على ليفربول ب4 نقاط. متبقي لكل فريق مباراتين، متبقي ليفربول مباراتين، متبقي لكل فريق من نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد تقريبا 3 مباريات. فبالتالي لازم اي فريق من الاثنين يتعثر في مباراة، يعني يخسر مباراة ويتعادل مباراة علشان ليفربول يكون متواجد مكانه في دوري ابطال اوروبا. يعني فريق مانشستر يونايتد لازم يخسر مباراة او يتعادل مباراة او يخسر مباراتين، يعني هو الفارق 4 نقاط. او كذلك طبعا لفريق مانشستر يونايتد او فريق نيوكاسل يونايتد. عاوز اقول لحضراتكم ان فارق الاهداف هنا يكون في صالح ليفربول حتى ولو تعادلوا في النقاط، ولكن طبعا ننتظر تعثر اي فريق من الاثنين. مشاهدينا الكرام شاركوا معنا بتوقعاتكم طبعا وارائكم حول محمد صلاح هذا الموسم. هل محمد صلاح بيقدم الاداء المعتاد او اداء محمد صلاح اختلف؟ ولو كان اداء محمد صلاح قل هذا الموسم، ما هو سبب ضعف او قلة اداء محمد صلاح وارقام محمد صلاح هذا الموسم؟ بالاضافة هل يفعلها ليفربول يكون موجود في دوري الابطال ولا لا؟ مشاهدينا الكرام شاركوا طبعا برايكم وتوقعاتكم بالتعليق اسفل هذا الفيديو. بشكركم جدا على المشاهدة، لا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.